السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال الصف الثالث الإعدادي، أهلا وسهلا بيك في أول فيديو عندك في الترم الثاني. معاك مستر محمود مدرس اللغة الإنجليزية، وإن شاء الله النهاردة هنبدأ بأول درس عندك. جاهز يا بطل؟ بس قبل ما نبدأ، الحمد لله الناس اللي تابعتني عرفت إن الامتحان ما خرجش من اللي أنا قلته، الحمد لله. توقعنا ليلة الامتحان قبل الامتحان بيوم، طلعنا بس مباشر على التيك توك وتوقعنا الامتحان كله الحمد لله لمختلف المحافظات، والناس كلها الحمد لله رجعت شكرتني وقالت لي يا مستر والله اللي انت قلته كله جيب النص، فاحنا نحمد ربنا. وان شاء الله الناس اللي ما كانتش معانا الترم اللي فات تكون معانا الترم ده علشان الكل يستفيد. ويا بطل هنبدأ بأول الكلمات اللي عندك. أول كلمة عندنا كلمة اسمها نايت. نايت يا مستر معناها فارس. حرف الكي يا شباب لو جه بعده حرف الان مش بنطق الكي، اسمها ايه بقى؟ نايت. اسمها ايه؟ نايت. تمام. معركة يعني باتل، باتل يعني معركة. ينافس كومبيت، كومبيت. بطل شامبيون، شامبيون. إعجاب admiration، admiration. شرف يعني honor، honor. انتصار يعني victory، victory. مكافأة يعني award، award. الروح الرياضية sportsmanship. رمي القرص discus throwing، discus throwing. المصارعة wrestling. ركز بقى معايا هنا كده، حرف الدبليو مش هنطاه، هيكون هنا silent عشان جه بعده حرف الار. حرف التي برضو مش هنطاه، فتبقى الإجابة ايه؟ wrestling، wrestling. يبقى احنا هنا حذفنا كام حرف؟ اتنين، حرف الدبليو وحرف التي، ده مش هيتنطق ولا ده هيتنطق، يبقى ايه؟ wrestling. تمام. الرماية archery، 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 archery. تمام. سباق العجلات الحربية chariot racing، chariot racing، chariot racing. قتال المصارعين gladiator fight، gladiator fights، gladiator fights. الجودو جودو. المبارزة fencing. الكريكت كريكت. ركوب الخيل هورس ايه؟ هورس رايدنج. تمام يا دكاترة؟ ماشي نكمل يا مستر. لعب نزيهة fair play. ثقافة culture. العصور الوسطى the middle age. السلام peace. الألعاب الأولمبية Olympic games. رياضي يعني athlete. يلهم يعني inspire. بدني physical. أجيال generation. هنقرأ بقى الكلمات كلها وانت يبقى قسم الفيديو براحتك. ماشي. يقيم أو قيم أخلاقية value. منافس يعني opponent. بيساوي كلمة اسمها rival. مصاب يعني injured. فرصة يعني chance. يهاجم يعني attack. نقطة ضعف يعني weak point. قرار يعني decision، وبيجي قبلها make اللي هي ايه؟ make decision اللي هو بيعمل قرار. يركز يعني focus، وبيجي بعدها حرف الجر on، focus on. ميزة أو أفضلية advantage بيساوي كلمة اسمها BROS، وعكسها حاجة اسمها cons اللي هي عيوب أو disadvantage. يكسب earn. يذكر remind. يثبت prove. أما لو حطينا قبلها يا شباب كلمة لو حطينا قبلها كلمة تبقى improve معناها يطور. ماشي. يبقى prove معناها يثبت أو يبرهن، أما لو حطيت قبلها تبقى improve معناها يطور. الأمانة honesty. إصابة أو جرح injury. ركز بقى معايا كده. نايت يعني فارس، فقال لك ايه هو النايت ده؟ قال لك عبارة عن soldier in the middle age، كان ده فارس في العصور الوسطى. عربية حربية اسمها ايه؟ chariot. قال لك عبارة عن ايه؟ a cart pulled by horse. العبارة كانت عربية بيتم سحبها بواسطة الحصنة. تمام. fair play اللعب النظيف. قال لك ايه؟ treating other honestly in game، اللي انتوا بتعاملوا بعض بأمانة في اللعبة. ماشي يا دكاترة. نخش على الكوليكشن اللي هي المتلازمات اللفظية. يظهر القوة show strength. يظهر الاحترام show respect. يوحد المجتمعات bring communities together. يلهم الأجيال inspire generation. يمارس رياضة جديدة practice a new sport. يظل قويا stay strong. يقوم بالمهمات اليومية
do daily tasks، يفوز بميدالية win a medal، يخسر مباراة lose a match، يبرز القيم highlight a values. نخش بقى على الكلمات والمضادات بتاعتها. ancient يعني قديم، بيساوي حاجة اسمها ايه very old، والمضاد modern يعني حديث. strength يعني قوة، بيساوي كلمة اسمها power، والمضاد ايه weakness. fair يعني عادل، بيساوي كلمة اسمها honest، والمضاد بتاعها dishonest. respect يعني احترام، بيساوي كلمة اسمها honor، والمضاد disrespect. فاعرف ان كلمة respect عشان اجيب المضاد بتاعها بضيف لها في الاول dis اللي هي dis، ونفس الحوار مع honest، ونفس الحوار مع attract. تمام. اعجاب او تقدير admiration، بيساوي كلمة اسمها ايه appreciation، دي كلمة كبيرة عارف، appreciation. تمام. بيساوي كلمة كمان اسمها respect، والمضاد disapproval. بطل يعني champion، بيساوي كلمة اسمها winner أو hero، والمضاد loser. focus يعني يركز، والمضاد concentrate، والمضاد distract. يلهم يعني inspire، والمرادف بتاعها motivate أو encourage، والمضاد discourage. ماشي يا دكاترة. تعال نكمل على السافكس والبريفكس. البريفكس ده يا شباب معناها البادئه، اما السافكس معناها ايه الكلمه اللي بتيجي في الاخر. ماشي. فبيقول لك ايه التي اي او ان بتحول الفعل الاسم، زي كومبيتيشن، يبقى اعرف ان كلمه كوم بي بتتحول لاسم لما اضيف لها اي او ان، تي اي او ان، فتبقى كومبيتيشن. honestly اعرف ان لما اضيف لك كلمه ال واي في الاخر بتكون adverb اللي هي حال. ماشي. الار اي بتيجي بمعنى ايه اجين، ان انت بتعيد الحاجه مره كمان، فيبقى اقول لك ايه ريستارت اللي هو يعيد ايه يعيد بدايه. شيب بتكون برضو الاسم، زي friendship، sportsmanship، وهكذا. والاي تي اي او ان برضو بتحول الفعل لاسم، زي مثلا اقول لك ايه admiration، يبقى هنا برضو اعرف ان كلمه admire عشان حولها الاسم فاضيف لها ايه في الاخر اي تي اي او ان. ماشي يا دكاتره. تمام. ده حاجات عادية. ماشي ممكن ناخدها برضو. ينتشر spread، bring، brought. يبدأ began. نكتبها تاني هنا. began. تمام. ده الماضي ودي التصريف التالت. ماشي نكمل. نخش هنا على الحروف اللي هي حرف الجر والتعبيرات، الاكسبريشن والبروبوزيشن. هنا بقى ركز بقى معايا، هعلمك على كذا حاجة مهمة هنا ومش مهم الباقي. create friendship دي تحفظها. تمام. ايه تاني يا مستر احفظها؟ keep the mind fresh. بس هم دول. نخش بقى على حروف الجر دي انت بتحفظهم كلهم بقى، زي مثلا كده في القرن التاسع عشر in the 19th century. اعرف ايه ان زي 19th century بيجي قبلها مين حرف الجر in. compete بيجي بعدها in برضه ركز معاها. important بيجي بعدها for. take part in ركز. compete with. امتى مستر تيجي معاها with؟ لو جت بعدها ايه honor. ماشي. طب لو ما جاش بعدها honor يبقى ايه in. ماشي. take the advantage of معناه يستغل. وكده نكون خلصنا اول درس. تعالى بقى ايه اديك القاعده، اديك الزتونه بتاعتها في 3 4 كلمات بالظبط. بص يا معلم، احنا خدناها في تاني اعداد قبل كده، واديك انا الخلاصه بتاعتها. عندنا حاجه اسمها used to، معناه ايه اعتاد ان، بيجي بعدها الفعل فين في المصدر. وطبعا يا شباب زي ما احنا عارفين ان المصدر بيكون الفعل بدون اي اضافه، من غير اي اضافات. ماشي ماشي يا مستر. used to معناها ايه اعتاد ان، اللي انت كنت معتاد اللي انت تعمل حاجه في الماضي ودلوقتي ما انتش ايه ما انتش بتعمل الحاجه دي. يا مستر امتى تبقى used to؟ قالك في حالتين. طبعا احنا في الماضي يا شباب بننفي بحاجه اسمها ايه don't ولا doesn't ولا didn't. مستر في الماضي بننفي بحاجه اسمها didn't. يبقى اول ما اشوف didn't يبقى الاجابه used to. ليه يا مستر؟ علشان didn't بيجي بعدها الفعل في المصدر، والمصدر من used هو use. طب ايه يا مستر الحاله الثانيه؟ قال لك في السؤال لما اشوف did برضو هتختار ايه used to. طب يا مستر ممكن تفهمنا بس بالراحه كده؟ احنا قلنا من الاول عندنا حاجه اسمها used to معناها اعتاد ان، بيجي بعدها الفعل في المصدر بدون اي اضافه. ماشي. بتبقى used to بشيل حرف الدي ديت في حالتين بس، لما يكون قبلها didn't نفي او قبلها did. بس هما دول الحالتين اللي بشيل فيهم ايه قاعده او بشيل فيهم حرف الدي.
فهنا قال لك ايه، بنستخدم used to مصدر مع مصدر فعل للتعبير عن حاجه كانت موجوده في الماضي ودلوقتي ما عادتش ايه موجود، او ما عادتش ايه، او ما انتش بعملها. ماشي ماشي يا مستر. قال لك بقى في النفي بنفي بحاجه اسمها didn't، و didn't بيجي بعدها الفعل في المصدر. تمام يا مستر. لو حبيت اسال ايه، لو حبيت اسال بهل هبدا بدid. ركز علشان ده في الماضي. did وبعدها الفاعل، وبعد الفاعل used to. لاحظ بقى، لاحظ هنا قلت لك اول ما اشوف did او didn't يبقى الاجابه used to من غير حرف الدي. نخش على اللي بعد كده. لو حبيت تسال باداه استفهام بنعمل ايه يا مستر؟ بنجيب اداه الاستفهام الاول. ايه هي اداه الاستفهام يا مستر؟ اللي هي what where how وهكذا. بعدها did، وبعد did الفاعل. وانا قلت لك من شويه اول ما اشوف did يبقى بعدها الفعل فين؟ في المصدر يا مستر. ركز بقى معايا على النقطة اللي بعد كده. النقطة دي تافهة جدا جدا جدا. بيقول لك ايه؟ لاحظ الصيغة التالية. لما تلاقي حاجة اسمها، عندنا حاجة اسمها there used to be. there used to be. مستر هي بي جت منين؟ على فكرة يا شباب بي ديت المصدر من am we is we are. طب ليه يا مستر قلناها بي ما قلناش am is are؟ عشان احنا قلنا used to بيجي بعدها الفعل. فين يا دكاترة؟ الفعل في المصدر يا مستر، والمصدر من am و is و are هو الفيرب to be. ماشي. فقال لك هنا ايه؟ there used to be معناها كان من المعتاد ان يوجد. كان من المعتاد ان يوجد. على سبيل المثال كده بيقول لك ايه؟ there used to be a cinema in our street. كان في سينما في الشارع بتاعنا بس دلوقتي it is a big restaurant. ودلوقتي في مطعم كبير. ماشي. اما بقى عندنا حاجه اسمها there didn't used to be. لاحظ هنا لما شفنا didn't هتبقى الاجابه use من غير حرف الدي. معناها ايه؟ لم يكن من المعتاد ان يوجد، او ما كانش في حاجه. ماشي. فيقول لك ايه؟ there didn't used to be an airport in Aswan in 9th century. في القرن الكام؟ القرن 19. تعال نحل بقى الامثله اللي عندك. هنا اي، بص بقى من الاخر عشان تعرف تحل اي سؤال على الكلام ده، لما تشوف didn't او did استخدم use. تمام. غير كده استخدم used. هنا بقى I not use. مستر هنا في didn't؟ لا. في did؟ لا. فتبقى الإجابة used. تمام. سهلة ولا صعبة؟ سهل. مستر هنا my father didn't، في هنا في didn't يبقى الإجابة هشيل حرف الدي. we used to، أنت قلت له يا مستر إن used to بيجي بعدها الفعل في المصدر فهشيل ال ing. سهلة ولا صعبة لحد دلوقتي؟ سهلة يا مستر. نخش على بعد كده. he not to drink tea. بص يا شباب هنا عايز ينفي، واحنا قلنا في الماضي بننفي بحاجة اسمها didn't use to. تمام. my brother هنا يا شباب هنا في did ولا didn't؟ لا. فتبقى الإجابة used. تمام. السؤال رقم 6 بيقول لك ايه؟ there not a park here but now it is gone. ماشي. هنا في هنا قبلها، ركز بقى معايا هنا، في هنا did او didn't؟ لا. فتبقى الإجابة used. دي أول حاجة. يا مستر احنا قلنا used لازم يكون معاها مين؟ to. يبقى used to دي أختها لازم دايما تكون معاها used to. وطبعا بعد used to هتبقى مين؟ be. يبقى used to be. بعد كده السؤال رقم 7 you use to visit ancient site. قلت لك لما تشوف use تفكر في إجابتين، يا إما didn't أو did. هنا إيه؟ هنا هسأل بهل، فإذا هتبقى الإجابة did. يبقى did you use to visit ancient site. السؤال رقم 8 did the player. هنا بدأ بدid فتبقى الإجابة use. احفظ بقى معايا مفيش أسهل من كده. he use احنا قلنا بننفي ب doesn't ولا ب didn't؟ يبقى didn't يا مستر. didn't. السؤال رقم 10 the team. هنا عايز ينفي فهنفي بمين؟ ب didn't ويشيل حرف الايه؟ اشيل حرف الدي فتبقى الإجابة didn't use. didn't use. تمام. السؤال رقم 11 people used to. قلنا بيجي بعدها الفعل فين؟ في المصدر فهشيل حرف الدي. السؤال رقم 12 we didn't بيجي بعدها الفعل في المصدر هشيل حرف الدي. اسهل قاعده عندك. 13 بسنت used بيجي بعدها مين؟ to والمصدر يبقى to train. I used، ركز بقى معايا كده، I used to be lazy but now I. ركز بقى في الحته دي كويسه جدا. احنا قلنا ان used to كان معتاد اللي هو يعمل حاجه في الماضي ودلوقتي ما عادش بيعمل الحاجه دي. ماشي. فهنا يا شباب لو لاحظت قال لك I used to be. هنا جه بعد ايه؟ جه بعد to be. فبي هنا يقصد بقى am is are.
تمام. فهتقولي بقى now I هتاخد مين؟ am not، يبقى ايه؟ I am not. طب يا مستر امتى كنت اقول don't؟ كنت اقول don't في حالة واحدة. امتى؟ لو كان في بعد used to فعل، زي مثلا السؤال رقم 2 كده مثلا بيقول لك ايه؟ he used to arrive. لاحظ هنا ان used to جه بعدها ايه؟ فعل اهوت. فلازم افكر في مين؟ لا don't لا doesn't. ليه يا مستر قلت don't او doesn't؟ علشان احنا ايه؟ قلنا ان used to كنت بستخدمها بمعنى ان ايه؟ ان كان في حد معتاد اللي هو يعمل حاجه في الماضي، بس دلوقتي ما عادش بيعملها. دلوقتي دي بقى مضارع، والمضارع بينفي بحاجتين، يا اما don't او doesn't. ماشي؟ فهنا اقول ايه بقى؟ يبقى he used to arrive early. now هي هتاخد don't ولا doesn't؟ هتاخد doesn't. يبقى ايه؟ he doesn't. يا رب تكونوا استفدتوا يعني فهمتوها. where you used to live طبعا هنا يبقى ايه؟ did. she طبعا used عشان ما فيش قبلها ولا do ولا did، ما فيش قبلها did ولا didn't. there used to بيجي بعدها الفعل في المصدر فهشيل ing. السؤال رقم 19 when I was 10 I used to بيجي بعدها الفعل في المصدر اشيل ing. how did في did يبقى الفعل في المصدر، يبقى اشيل ايه؟ اشيل حرف الدي. مفيش اسهل من كده. احل معاكم هنا مثالين عشان بس وقت الفيديو. ماشي. هنا بيقول لك ايه بقى؟ he used to ride his bike to school. هنا عايز يحط مين؟ عايز يحط not، فعايز ينفي الجمله، واحنا قلنا عشان ننفي بننفي بحاجه اسمها didn't مع used to، فتبقى ايه بقى؟ he didn't. طب يا مستر لو انا حطيت didn't هتبقى الاجابه used؟ لا، افتكر بقى تبقى الاجابه use بس، use من غير حرف الدي. ونكمل بقيه الجمله. ماشي. هنا عايز يسال بوير، فاقول مثلا ايه؟ where هبدا باداه الاستفهام، وبعد أداة الاستفهام الفعل المساعد، والفعل المساعد في الماضي حاجة اسمها did، وبعد did الفاعل هنا مين؟ she. وطبعا لو شفت did يبقى الإجابة used؟ لا يا مستر، تبقى الإجابة use to live، واحنا مش هنكتب in looks. هنقف لحد هنا كده يا شباب، واتمنى تكونوا استفدتم. والناس اللي حضرت معانا المراجعه الف مبروك لك يا بطل، انت اخدت الامتحان قبل ما تخش الامتحان. واتمنى تكونوا متفوقين دايما يا رب، وتجيب اعلى المجاميع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.